طبعا مش محتاج أشرح وأبرر ليه كلنا محتاجين أمنا في حياتنا. انت نفسك ممكن دلوقتي تعد 50 سبب وسبب: الأمان، الحنان، الحب، التربية، العطاء، الأكل وغيرهم كتير، وأي حد عاقل هيعرف ده كويس. هو مش أي حد قوي، لأن في بداية القرن العشرين خرج للساحة علماء وأطباء نفسيين شايفين إن الأطفال لا هم محتاجين لا حب ولا حنان ولا قرب من الأم. دكتور لوثر هولت كان شايف إن الأطفال مش لازم يتشالوا أو يتحضنوا، وإنها عادة خبيثة بتورث الضعف والجبن، لدرجة إن أطفال الطبقات الأرستقراطية الغنية كانوا بيتربوا إنهم ما يتشالوش ولا يتحضنوا ولا حتى يشوفوا أهلهم غير بس عند النوم وبدون ما يسمعوا صوتهم. خليني أقول لك إن ده ما كانش رأي فردي أو مغمور، بل إن فرويد نفسه كان شايف إن سبب تعلق الطفل بأمه هو الأكل والرضاعة مش أكتر. أما حضن وحنية ونظرة وابتسامة فدول ما بيأكلوش عيش وملهمش لازمة. الآراء دي كانت خطيرة جدا جدا جدا، لدرجة إنها تسببت في حالة اسمها هوسبيتاليزم أو حالة المستشفى. كان الطفل اللي يتعب شوية ويدخل المستشفى يتمنع عنه زيارة أمه تماما، بحجة يعني إنها ممكن تسبب له اضطراب عاطفي، وكانت الزيارة مسموحة بس مرة في الأسبوع. والنتيجة لده أطفال كتير جدا كانت بتموت بسبب أمراض عادية ومش خطيرة أبدا، وكل ده بسبب غياب حضن الأم. لحد ما في خمسينات القرن الماضي ظهر طبيب نفسي اسمه جون بولبي. جون عمل لنا نظرية لطيفة جدا اسمها نظرية التعلق أو attachment theory. النظرية دي حطمت كلام فرويد وأتباعه، وقالت إن الطفل مش بس محتاج من أمه أكل، لكنه بنفس القدر محتاج حنان وقرب واستجابة ودفء. ولو كانت الحاجات دي مش موجودة الطفل ده لما يكبر هيعاني من قلق واكتئاب ومشاكل في التواصل. شخص اسمه هاري هارلو سمع الكلام ده وحب يطبقه، فجاب قرود رضيعة وحط لهم دميتين على شكل أمهم. دمية منهم بلاستيك لكن فيها ببرونة موجود فيها لبن، ودمية تانية متغطية بفرو زي فرو الأم كده لكنها ما فيهاش لبن. النتائج كانت صدمة، تقريبا كل القرود راحوا للدمية اللي فيها فرو مش اللي فيها لبن. كل القرود فضلوا الحضن والدفء على الأكل، فضلوا يحسوا بالجوع لكن ما يحسوش بالوحدة والخوف. تعال ننتقل لأمريكا الفترة الذهبية، أمريكا التسعينات. وقتها الحكومة لاحظت حاجة غريبة ومهمة جدا: معدلات الجريمة انخفضت بشكل ملحوظ ومفاجئ. بعض الناس قالوا ان ده بسبب ان الاقتصاد بقى احسن، وبعض الناس قالوا ان ده بسبب ان القانون بقى أردع. لكن الرأي اللي بجد كان صادم هو ان معدل الجريمة انخفض بسبب السماح بالإجهاض من 20 سنة فاتوا. تعال افهمك ده ايه علاقته بده. الناس لما تسهل عليهم عدم انجاب اطفال مش عاوزينهم، بعد 20 سنة معدل الجرائم انخفض، لان اكتر شيء بيتنبأ بمستقبل اي مجرم هي ان امه ما تكونش عاوزاه. اهم حاجة ممكن تقدمها اي ام لابنها انها تكون مبسوطة بوجوده في حياتها. تعال بقى نرجع لهاري بتاع تجربة القرود، واللي عمل تجربة تانية على قرود برضه. جاب شوية قرود صغيرة ورباهم في عزلة تامة بدون لا ام ولا اصدقاء. النتيجة ان سلوك القرود لما كبروا كان غريب جدا. القرد كان ممكن يهاجم قرد تاني اقوى منه او يخضع لقرد اضعف منه بكتير. ما كانش بيقدر يفرق ما بين اللعب والهجوم. السلوك نفسه ما كانش غلط، لكن توقيته ومكانه هما اللي كانوا غلط، بمعنى ان كان ناقصهم معرفة السياق، معرفة امتى يهاجموا ويهاجموا مين، وامتى يلعبوا وامتى يهزروا. وده لان الام والاصدقاء بيعلمونا امتى نعمل الحاجة وفين ومع مين. ببساطة الام مش بتعلمك ازاي تاكل، لكنها بتعلمك تاكل ايه وامتى. نروح المرة دي لتجربة عملتها دكتورة اسمها ريجينا سوليفان. الهدف من التجربة انها تخلي بعض الفئران يخافوا من ريحة معينة عن طريق الصدمات الكهربية اللي هتعرضها ليهم لما يتم افراز الريحة. يعني كل ما كانت الريحة دي تتفرز كل ما كانوا يتعرضوا لصدمة كهربية معينة، فالفئران تبدأ تربط ما بين الصدمة الكهربية دي والريحة، فكل ما يشموا الريحة يحسوا بالخوف نتيجة الصدمة الكهربية. دي كانت النتيجة المتوقعة للتجربة، لكن النتيجة الفعلية كانت غريبة شوية. الفئران الكبار فعلا بدأوا يخافوا من الريحة ويتجنبوها، أما الفئران الصغيرة فبالعكس تماما اتعلقوا بالريحة وانجذبوا ليها. وده لأن الجسم في أول أيامه ما بيقدرش يفرز هرمونات التوتر، فبيعتمد على قاعدة فطرية مهمة جدا: طول ما أنا جنب أمي فأنا في أمان، حتى لو كانت اللي بتأذيه هي أمه نفسها. المخ هيفسر ده بانه مش خطر ومش اذى لان امه عمرها ما هتأذيه. لما الدكتورة حقنت بعض الفئران الصغيرة بهرمونات التوتر كانت فعلا بتخاف وتتجنب الريحة، ولما تأثير الهرمونات دي يروح الفار كان بيرجع يحب الريحة عادي. وده بيفسر حاجة مهمة جدا:
بيفسر ليه ناس اتعرضوا للإساءة من أهلهم وهم صغيرين ولما كبروا بقوا ضحايا علاقات مؤذية أو بقوا حتى هم نفسهم المؤذيين. وده مش بس بسبب خلل في أفكارهم، لكن كمان لأن جواهم برنامج بيولوجي قديم بيقول لهم إن هي دي الطريقة اللي أهلي كانوا بيتعاملوا معايا بيها، فبالتالي أنا كده طبيعي. وده بنشوفه كتير جدا لما حد يقول ده أنا كان أهلي بيعملوا فيا كذا وكذا ومع ذلك طلعت زي الفل أهو، أو اللي بيفتخروا بإساءة أهلهم ليهم وبيحنوا لأيام زمان. وفي النهاية الأم مهمة جدا في حياتنا، إما تكون سبب رئيسي ومباشر في إننا نكون أسوياء وإما غير كده. فلما تقرري تجيبي للدنيا دي طفل، على الأقل قدمي له هدية إنك تكوني عاوزاه، ودي أهم حاجة ممكن تقدميها له. وبس، لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك وتشترك في القناة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة في الشارع.